في بداية القرن العشرين، وتحديداً بين عامي 1919 و 1920، شهدت مدينة الإسكندرية في مصر سلسلة جرائم بشعة هزت المجتمع المصري بشكل غير مسبوق. هذه الجرائم كانت من نوع مختلف تماماً، حيث ارتكبتها امرأتان، ريان وسكينة، اللتان تحولتا إلى رمز للرعب والجريمة في تلك الفترة. قصة ريان وسكينة تعد من أشهر الجرائم في التاريخ المصري، وهي قصة مروعة لجرائم قتل استهدفت نساء بهدف السرقة. ريان وسكينة هما شقيقتان ولدتا في صعيد مصر، تحديداً في قرية صغيرة، وانتقلتا لاحقاً إلى الإسكندرية بحثاً عن حياة أفضل. لم تكن حياتهما سهلة، فقد عاشتا ظروفاً مادية صعبة واضطرتا إلى العمل في أعمال شقة لكسب قوتهما. ومع مرور الوقت، بدأتا في الانخراط في أنشطة غير مشروعة مثل تهريب المخدرات، ولكن لم يكن هذا كافياً لتلبية طموحاتهما في الثراء السريع. في حي اللبان بالإسكندرية، استقرت ريان وسكينة في منزل بسيط وبدأتا تكوين شبكة إجرامية مع بعض الرجال، أبرزهم كان عبد العال زوج ريان وحسب الله زوج سكينة. اتفقت العصابة على ارتكاب سلسلة من الجرائم بهدف سرقة النساء اللواتي يرتدين الحلي الذهبية. كانت خطتهم بسيطة لكنها فعالة: استدراج الضحايا إلى منزلهما، ثم خنقهن وسرقة ما يرتدين من مجوهرات. لم يكن الأمر يتوقف عند القتل فقط، بل كانت الجثث تدفن داخل المنزل أو في أماكن أخرى قريبة لضمان عدم اكتشاف الجرائم. بدأت الجرائم تتوالى في عام 1919، حيث كانت العصابة تستهدف النساء اللواتي يبدين ثريات أو يرتدين ذهباً. يتم استدراج الضحية إلى المنزل بدعوى تقديم مشروبات أو ضيافة، ثم يقوم أفراد العصابة بخنقها باستخدام شال أو منديل، وبعد التأكد من وفاتها، يتم نزع المجوهرات من جسدها ودفن الجثة في المنزل. استمرت ريان وسكينة في تنفيذ جرائمهما ببراعة، حيث كانت الشرطة تجد صعوبة في ربط حالات الاختفاء المتكررة بالجرائم التي تحدث. النساء التي تم قتلهن كن من مختلف الأعمار، وكانت العصابة تحرص على عدم ترك أي أدلة تربطها بالجرائم. رغم براعة العصابة في تنفيذ جرائمها، إلا أن اختفاء عدد كبير من النساء في وقت قصير بدأ يثير الشكوك. الحي الذي كانت تعيش فيه ريان وسكينة أصبح مركزاً للشائعات، حيث بدأ الناس يتحدثون عن اختفاء النساء بشكل غريب، وبدأت الشرطة تشتبه في وجود جريمة منظمة. في نهاية الأمر، قادت الصدفة المحققين إلى اكتشاف الجرائم. فقد كان هناك بلاغ عن اختفاء امرأة ترتدي مجوهرات ذهبية، وبدأت الشرطة في تتبع آخر مكان شوهدت فيه. وعند التحقيق في منزل ريان وسكينة، عثرت الشرطة على عظام وجثث مدفونة في الأرضية، مما أدى إلى القبض على أفراد العصابة جميعاً. خلال التحقيقات، انهارت ريان وسكينة واعترفتا بجرائمهما بالتفصيل. سردت الشقيقتان كيف كانتا تخططان لكل عملية وكيف كانتا تختاران ضحاياهما بعناية. كما اعترفتا بأن الهدف الرئيسي من الجرائم كان سرقة المجوهرات والذهب لبيعه والاستفادة من ثمنه. المحاكمة شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً، حيث كانت القضية قد أثارت اهتمام الرأي العام بشكل كبير. الناس لم يستطيعوا تصديق أن امرأتين يمكن أن ترتكب مثل هذه الجرائم البشعة. الشهادات التي أدلى بها أفراد العصابة أكدت تفاصيل مروعة عن كيفية قتل الضحايا ودفنهن في المنزل. بعد محاكمة طويلة ومثيرة، أصدرت المحكمة حكمها بإعدام ريان وسكينة وأفراد عصابتهما شنقاً. تم تنفيذ الحكم في عام 1921، ليكون بذلك أول امرأتين في تاريخ مصر يتم إعدامهما بسبب جرائم القتل المتسلسلة. جريمة ريان وسكينة كانت صادمة للمجتمع المصري في ذلك الوقت، حيث لم يكن مألوفاً أن تكون النساء هن من يرتكبن مثل هذه الجرائم. لقد أثارت القضية تساؤلات حول الدوافع النفسية والاجتماعية التي قد تدفع شخصاً لارتكاب مثل هذه الأفعال. كما أن هذه الجريمة أثرت في الطريقة التي تعامل بها المجتمع مع قضايا العنف والقتل، وأصبحت مثالاً يروى عبر الأجيال عن الجريمة والعقاب.
تبقى قصة ريان وسكينة واحدة من أكثر الجرائم شهرة في تاريخ مصر، وتظل ذكراها حاضرة في الثقافة الشعبية، حيث تم تجسيد قصتهما في العديد من الأفلام والمسرحيات. لقد أصبحتا رمزاً للجريمة والظلم، ولكن في نفس الوقت درساً قاسياً عن العواقب الوخيمة للجريمة والجشع. تظل جرائم ريان وسكينة تذكاراً عن تلك الفترة المضطربة من تاريخ مصر، حيث كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة تدفع البعض إلى ارتكاب جرائم بشعة، لكن العدالة تأخذ مجراها في النهاية مهما طال الزمن.